السلام عليكم واهلا بيكم معاك دكتور احمد رئيس اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه والرياضيه. وفي فيديو النهارده انا هكلمك على افضل 4 تمارين للصدر من الاسوأ للافضل. يلا بينا على الفيديو. اهلا بيك. في الاول عايزك تبقى عارف ان العضله اللي احنا عايزين نمرنها لازم نعرف وظيفتها، هي بتعمل ايه في جسمك عشان نعرف هنمرنها ازاي، هنقويها ازاي. عضله الصدر بتعمل حاجتين، بتعمل فليكشن اللي هي الحركه دي، وبتعمل ادكشن اللي هي الحركه دي كده، من بعيد لقريب. الحركتين دولت هتلاقي عليهم كل تمارين الصدر في اي جيم في اي مكان، هما الحركتين دولت اللي بيحصلوا. سيبك من الناس اللي بتعمل اي تمارين عبيطة، لا ده سيبك منه، التمارين دي اصلا ما تعملهاش، ملهاش اي لازمة. لكن اي تمرين صدر هتلاقي بيتعمل فيه الحركتين دول. نبدأ بأول تمرين معانا وهو البنش بريس. البنش بريس مشهور جدا، اللي هو التمرين اللي انت شايفه ده كتير جدا بنعمله، واي برنامج هتلاقي حاطط لك في البنش بريس اول تمرين. والبنش بريس هو اعظم تمرين واجمل تمرين. طب احنا هنقيم التمرين على اساس ايه؟ هنقيمه على اساس حاجتين: الامان، ان التمرين دوت احس بامان وانا بتمرن بيه. وعايزك تاخد قاعده كويسه جدا في حته الامان دي، ان الحاجه الثابته او اللي بتتحرك في اتجاه واحد امن من الحاجه اللي بتتحرك في اتجاهات كتير. يعني مثلا البنش بريس زي ما انت شايف كده، البار عمال يتحرك في جميع الاتجاهات، ممكن احركه من كده كده، ممكن احركه كده كده، اعمل بيه كل حاجة حرفيا، ممكن اعمله فطيرة، الف البار. يبقى ده بيتحرك في جميع الاتجاهات، يبقى الامان بتاعه مش احسن حاجة. فالامان في تمرين البنش بريس ممكن نديله تقييم 6 من 10. طيب ايه التاني هنقيم بيه؟ هنقيم عن طريق التأثير على العضلة. هو البنش بريس بيأثر على عضلة الصدر بنسبة كام؟ دي هنقيمها على حسب كم عضلات قد ايه، او كام عضله شغاله معايا في التمرين دوت. هل الصدر بس؟ لا، في تمرين البنش بريس انت بتشغل صدرك وبتشغل الكتف وبتشغل الترايسبس وبتشغل الكور ماسل، عضلات البطن كلها، وممكن تشغل رجليك كمان عن طريق انت تزق. التمرين ده اصلا مشهور في الباور ليفتنج او الناس اللي هي بترفع اثقال او بتمارس رياضه رفع الاثقال، بان هو تمرين قوه، تمرين بكومباوند موفمنت، بيحرك كذا مفصل في جسمهم وبيحرك كذا، بيعمل كذا حركه في جسمهم. ممكن تلاقيه رجله، تلاقيه زق برجله عشان يرفع الوزن، وتلاقيه الصدر بتاعه والرينج اوف موشن او المدى الحركي بتاع التمرين تلاقيه قليل جدا. طبعا كل ما زاد الرينج او كل ما زاد المدى الحركي في التمرين، ده معناه ان التمرين تاثيره على العضله افضل بكتير. فالبنش بريس هنديله برضه تاثير على العضله 6، لان زي ما قلت لك كل العضلات دي داخله، والمدى الحركي كمان مش بتعرف توصل للاخر، مش بتعمل اطاله كامله للعضله. وكمان الانقباض ما بيبقاش كامل، ما انتش عارف برضه اللي هو تعمل سكويز او تشد على العضله جامد. فهنديله 6 من 10. التمرين التاني معانا وهو برضو من اشهر التمارين، الدمبل بريس، سواء بقى فلات او سواء انكلاين، الاتنين نفس النقطة اللي اتكلمنا فيها في الأول، إن هو تمرين الأمان بتاعه 6 من 10. ليه 6 من 10 يا دكتور؟ لأن الاستابيليتي بتاعته مش أحلى حاجة. الدمبل ممكن أحركه في جميع الاتجاهات، ممكن برضه أعمله فطيرة زي البار، فما ينفعش كده. أنت في مشكلة، ممكن المفصل بتاعك يتخلع، ممكن لو الوزن تقيل شوية ياخدك في أي دايركشن تاني، فتلاقي إن مش أمان. أنا حاسس إن أنا مش هقدر ان انا ازود فيه وزن اصلا، لان انا خايف وانا بتمرن الوزن ممكن يبقى تقيل عليا، فالاقيني ايه اتقوست كده، رحت يمين رحت شمال، مفصلي هوب بتلاقي الكتف اتخلع معاك على طول. وبنشوف كتير جدا 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 للاسف الناس بتبقى حافظه برامج بيدخل عليها بنش بريس، دمبل بريس. طب انت لسه مبتدئ اصلا، التمرينين دولت محتاجين واحد يبقى عنده استابيليتي كويس، عنده استقرار كويس، او اللي هو عضلاته مثبتاه كويس جدا جدا. فللاسف بنشوف اصابات الكتف بتيجي كتير جدا المركز وبتتعالج علشان المشكله دي، ان انت الجدول بتاعك مش مناسب ليك، بتختار تمارين ما فيهاش استابيليتي كويسه، ما فيهاش استقرار لمفاصلك، مش بتتحرك في اتجاه واحد، لا بتتحرك في جميع الاتجاهات. فالامان هنديه للدمبل بريس 6 برضو. التاثير على العضله افضل من البنش بريس. ليه؟ لان التاثير في العضله هنا الرينج اوف موشن، المدى الحركي واسع، انا ممكن انزل لتحت خالص اعمل اطاله للعضله، وهرفع هعمل انقباضه هعمل سكويز للعضله، العضله هتشد احسن من البنش بريس. فالمدى الحركي بتاع الدمبل هيبقى احسن من البنش بريس، فلذلك هندي في المدى الحركي او التاثير على العضله هنديله 7 من 10. التمرين الثالث معانا وهو الماشين بنش بريس، او اللي هي اي مكنه هتشوفها في الجيم بتعمل الحركه دي كده، سواء بقى وانت نايم سواء وانت قاعد. عامة الماشين الحلو اللي فيه ان هو بيحركك في وان دايركشن بس، في اتجاه واحد بس، فمعامل الامان بتاعه عالي، مش بيتحرك في جميع الاتجاهات زي الباقي، لا هو اتجاه واحد، هو غصب عنك هيخليك تتحرك كده،
هيخليك تمشي في الاتجاه ده بس. لا عمرك هتعرف تعمل اي حاجه تانية، لا هو ده بس. فالامان بتاع الماشين بنش بريس نديها 9 من 10، حاجه اللي هي ما شاء الله الله اكبر. الامان بتاعها كويس قوي. طيب التاثير على العضله، التاثير على العضله في البنش بريس ماشين هنديها 8 من 10. ليه؟ لان انت في الحركه دي بتدخل معاك الكتف وبتدخل معاك الترايسبس، لان الترايسبس مسؤوله عن الالبو فليكشن. الكوع بتاعي لما يتفرد كده ده شغال. فاي ماشين انا بعمل كده كوعي شغال، فهيبقى معانا كده 3 عضلات اللي هو الشيست، وهيبقى معانا الكتف، وهيبقى معانا الترايسبس. فهنديها 8 من 10 في التأثير على العضلة. بس هو تمرين كويس جدا، وانصحك طبعا تبدأ بيه تمرينك. رابع تمرين معانا وهو ده المركز الاول، هو ده افضل حاجه. خد بالك انا ماشي بالعكس، يعني اللي قلته في الاول اسوأ من اللي بقوله دلوقتي، اللي بقوله دلوقتي هو احسن حاجه. رابع تمرين دوت وهو الشيست فلاي بالمكنه الماشين، مش بالدمبل. الدمبل ده حاجه تانية خالص. الدمبل ده احنا بوظنا الامان، يعني الاستقرار اصلا بتاع الدمبل انا ممكن اعمله فطيره عادي مفيش مشكله، فده هيبوظ معانا الامان وهيبقى تقييمه مش احسن حاجه. لكن المكنه اللي هي بتجبرك على الحركه دي، زي ما قلنا في اول الفيديو ان تمرين الشيست اصلا من فايدته ان هو بيقرب لي العضد او العظمه دي للميد لاين او الخط الوسط بتاع جسمي او الخط المنتصف بتاع جسمي. فهو ده وظيفه الشيست. فالماشين دي بتجبرك على الحركه دي، والحلو اللي فيها ان ما بيدخلش معاك الترايسبس. لو انت بتلعب صح مثبت كوعك، مش بفرد كوعي. لو بفرد كوعي كده انا عمال اشغل ترايسبس، لكن لو انا ثابت كده وبعمل التمرين كده اهو، وممكن كمان مرجع اللوح الكتف بتاعي قافله لورا، مش عايز ادخل كتفي معايا في الموضوع. اصل انا لو عملت كده وكده لا، انا كتفي هو اللي شغال ومفيش اصلا شيست في الموضوع. ارفع، رجع كتفك لورا اهو، تمام. والتراي بتاعتك مش هتشتغل او ممكن تشتغل بحاجه بسيطه جدا جدا جدا، فهي احسن من التمرين اللي قبل كده. معامل الامان في التمرين دوت هنديله 9 من 10 زي الفل، لانه بيحركك في اتجاه واحد بس. وتاني حاجه التاثير على العضله هنديله 9 من 10، افضل من اللي قبله لان الترايسبس مش بتدخل معانا. فلو انا هعمل لك تمرين او لو هدخلك تمرين، لو انت شخص لسه مبتدئ او متوسط، مش هعمل لك اصلا بنش بريس ولا هعمل لك دمبل بريس. ما تبقاش حافظ التمرين ان هو ده افضل تمرين، وتلاقي مليون فيديو ومليون كابتن بيتكلم كلام شائع ورا بعضه والكلام بيتقال. شغل دماغك وافهم كده بالراحه. هو التمرين ده صعب فعلا لانه اوزان حره وبارات. هيقول لك لا كومباوند موفمنت وده اللي هيعمل لك قوه. يا عم انا عايز اطلع الصدر، انا جاي اتمرن صدر. لما ابقى اجي اتمرن الكومباوند موفمنت، لما ابقى العب باور ليفتنج، لما ابقى عايز اطلع كل العضلات دي كلها، هبقى العب لك التمرينه دي. لكن انا جاي العب التمرين ده عايز اركز على العضله دي. فركز كده كويس والعب العضلات اللي بتعمل تنشن كبير جدا على العضله بتاعتك، بحيث ان انت تتطور فيها وتحس في تطور اصلا في صدرك. يعني مثلا الشيست فلاي ده لو انا فضلت العبه، مثلا كنت بشيل 15 بقيت اشيل 17 بقيت اشيل 18 بقيت اشيل 20 كده، الشيست بتاعك بيتجاوب معاك والدنيا تمام. لكن البنش بريس لو انت كنت بتلعب مثلا ب 50 كيلو، فانت مش عارف اصلا ال 50 كيلو دولت انت على الصدر ولا على الكتف ولا على التراي ولا على رجلك. انت ممكن تكون بتزق برجلك، فالموضوع بيفرق كتير جدا. فركز في تمرينك، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. ودمتم سالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.